السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي جماهير النادي الأهلي، أعظم جمهور لأعظم نادي في الكون، تحياتي لحضراتكم ورسالة سريعة بخاطب بها عقل ووجدان كل أهلاوي غيور على ناديه ومحب لناديه، وكل أهلاوي واعي. طبعا حضراتكم كأهلاوية واعيين عارفين كويس قوي إن الأهلي طول عمره بيتحارب، وطول عمره بيتعرض لحملات ممنهجة ومنظمة، لكن احنا كنا بنشوف ده من ناس لا تنتمي للنادي الأهلي. المؤسف والمحزن والمؤلم ان في قلة قليلة، وبأكد على انها قلة لا تعبر الا عن نفسها، بتنتمي للنادي الأهلي. هذه القلة انجرفت، خدها الطيار تجاه الناس اللي بتحارب النادي الأهلي. وللأسف الشديد لقيت ناس أهلوية في الفترة الأخيرة بينتقصوا من النادي الأهلي ومن نجاحاته، وبيهاجموا الإدارة، وبيهاجموا قيمة وقامة زي الكابتن الخطيب، وبيهاجموا منظومة الأهلي الإعلامية لأنها بتدافع عن النادي الأهلي، وبيتهموهم بالتطبيل. وأبعد من ذلك إن أي واحد أهلاوي من الجماهير العادية لو دافع يبقى مأجور ولجنة. أقول لحضراتكم حاجة، أنا وأنا بتكلم كده دلوقتي واثق ان لو في حد من النوعيه اللي انا اتكلمت عنها دلوقتي موجوده، هتعلق تحت في الكومنتات وهتتهمني بان انا شخصيا بطبل، وان انا بدور على مصلحه وبنافق. مع العلم حاجه، اقسم بالله على مدار 16 سنه تحت رئاسه الاستاذ ابراهيم المنيسي، سواء في مجله النادي الاهلي او برنامج ملك وكتابه، والله لا اذكر مره انه قال لي اكتب كذا او ما تكتبش كذا، يعني قول او ما تقولش، ده فيما يتعلق بارائي ووجهات نظري. منظومه النادي الاهلي يا جماعه منظومه مؤسسه على مبادئ وقيم وثوابت ونظم ولوائح، الكل تحتها، الكل بيسعى لتطبيقها، مفيش حد فوق هذه الثوابت ولا بيخرج عن هذا الاطار. ويمكن ده السر الاعظم في نجاح منظومه النادي الاهلي. انا كل اللي بتمناه ان الفئه اللي انجرفت وراء الحملات الممنهجه ضد النادي الاهلي نوبه صحيان، على راي الصديق مع حفظ الالقاب عمرو جابر، هذا الاهلاوي الواعي جدا. انا عامل حاجه اسمها جروب الاهلاوي الواعي من سنه 2015 تقريبا 2016. قضيتي دايما مع جماهير النادي الاهلي كيف ننتقد بوعي، كيف نساند بوعي، كيف ندعم نادينا بوعي، كيف نقف كحائط صد ضد اي هجمات على نادينا الحبيب بوعي. جمهور الاهلي الواعي، اتمنى ان احنا نرجع تاني لحمة واحدة ويد واحدة، ايد في ايد، كل واحد اهلاوي بيدافع عن النادي الاهلي، كل واحد بيقدر قيمة الكابتن الخطيب وقيمة ما يبذل من جهد من الإدارة. انت بتتكلم على النادي الأهلي اللي في خلال ال6 سنوات اللي فاتوا مع مجلس الإدارة ده اللي سيطر على بطولات إفريقيا والبطولات المصرية ومحقق نتائج عالمية على كل المستويات، وآخرها ما حققه فريق كرة اليد. لو في خطأ أو سلبية أو أي حاجة وارد بيحصل، لكن احنا ما نبقاش واقفين اي نجاح نبقى مش شايفينه او نهيل عليه التراب، واقل خطأ نقوم نضخمه ونكبره ونهاجم ونقلل. للاسف الشديد دي مش الاجواء بتاعتنا كجماهير النادي الاهلي، وحالة الانقسام اللي موجودة دي
ارجو واتمنى من الله ان احنا كلنا نفوق ونبقى ايد واحده خلف نادينا الحبيب، وندافع عن نادينا بشرف وامانه، بعيد عن الاتهامات والتشكيك واثاره الشبهات، وانك تقلل من سين وصاد وعين، وانك تتهم فلان بانه لجنه ومأجور والكلام الفاضي ده. النقد البناء مشروع، تقول رأيك عادي، تشاور على خطأ مفيش مشكلة، لكن في النهاية ناخد بالنا قوي ان في ناس عاوزة تجرنا لطريق ما منوش رجوع. اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد. تحياتي لحضراتكم.